طبعا في مكالمة دارت بين الربيع عبد المنعم، وده أمانة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. أي زول لقى الفيديو ده خليه يوصلوا له وده اللي اسمه جوج ماجوج. في مكالمة دارت بين الربيع والفضل المنصور مع شباب موجودين في نيالا، 6 نفر، 2 من أولاد البني حلبة و4 من أولاد الرزيقات. المكالمة دارت على إنه فجوج، والله على ما أقول شهيد. وال6 نفر ديل جد ومراقبين جد وجوج بسكراتك اللي تمشي محلات الظلام تقعد تقرب في اللايفات ده، الناس اللي هيودوك. اسمع الرسالة ده مني كويس، أنا أنت كجنجويتي ما عندي لك حاجة ولا، لكن المعامرة عشان ما بكرة يقولوا استهدفوك طيران الفلول، الناس اللي هم المستهدفين لك. لو وجود بتاعكم تمسكوا في الفاضل المنصور والربيع عبد المنعم. نفس المخطط ده أنا طلعت قلت لبغال قبل ما يهرب مني أنا، ونفس اليوم ده بالليل بغال ده يفجعه للتاريخ. نفس اليوم الأمل مكالمة ناس الربيع من أجل بغال، نفس اليوم ده في ناس جابوا مواتر بغالنا من دبه، وطلعت أنا قلت في اللايف كلام ده. الآن نفس الكلام ده كاسي قاعد يحصل في جوج، وإنتوا يا أهلنا أولاد المحامي. جوج ده الزول ده كلامه اللي بيتكلم ده ما كلام سكر. جوج ده موجود من جوا، جوج ده زول ده شاكل في خرطوم هناك رفاق له. بقدر النظر نتفق مع دام سرير نختلف معه، وهو زول ده دفن اولاد امه في ميدان مقدمه معه، ولما رجع جاي هناك لقى الشغله كلها انصت. فالزول ده الليله مرحله اللي وصلوا بتاع سكر. جوج ده ما قاعد يسكر من ليه ما سكر ونام في توتي وجيجا قبضه، ما قاعد بسكر لكن بعرف الصح والغلط. هو قال لك اي سكران بيطلع كلام قلبه. جوج لما يمشي في الجمع زي ده بتاعت حفله فجاه يقول لكم مشترك فوق، جوج موجود يا زول. زول ده زلوا اهانوه اهانه الرجال وكسر الرجال. انا والله ما بتفق معهم. 2 انا بقول لهم انتوا خطكم ذاته غلط، عندك جلح وعندك جوج. 2 ده خطهم ذاته غلط. مفترض والله بس بدافع القبيله جريتوا دخلتهم، لكن نازل ما الناس اللي يمشي يطبوا مشروع زي ده ولا. فجوج ده الليله قاعد يتكلم بوجع. الكلام اللي قاعد يقوله ده كلام زول موجود من جوا. جوج ده يتهمش، اتظلم فوق لده إهانة ورجال. راجل طول عمره بيفتكر نفسه بطل في جاهزية ده، جو مسكوه شقفة دقوه في عربية وعجبروه إنه يطلع يعتذر، وسجنوه وبكوا أمه في لايف. ده كله حاجات مؤثرة فيه وبخليه يقول الكلام ده. وحقيقة بعد ده الكلام ذاته قد طلع صبل أحمد كسل وصبل الفاضل المنصور، ما قاعد يسيب ساي. ما كان في لجنة بتاعت إعلاميين الجاهزية